أهم 3 مشاكل بيواجههم الbusiness عندك في غياب الmarketing analytics. أول مشكلة وهي الbudget control، بتصرف ميزانية كبيرة ولكن مش بتقدر في الآخر تحقق المبيعات والROI المناسب، وده بيرجع إنك مش قادر تحدد الpriority، هي مين الchannel اللي المفروض تديها أعلى صرف أو أقل صرف؟ هل الchannel اللي بدأت عندها الcampaign والّا اللي انتهت عندها الcampaign؟ وهنا في الmarketing analytics بيساعدك من خلال الattribution model، إن هو بيعمل tracking لحركة الaudience بداية من الcampaign، إن هم اتحركوا من جوجل، شافوا الإعلان على جوجل، شافوا الإعلان على الويب سايت، شافوا الإعلان على السوشيال ميديا، إيه الpoints اللي هم اتحركوا من خلالها وفي الآخر وقفوا عند مرحلة الconversion، إن هم بقوا العُملا فعلًا عندك. وهنا أنت بتعرف مين أكتر منصة أنت ممكن تدّيها الأولوية في الصرف بتاعك، وتحقق الbudget distribution الأصح. تاني مشكلة وهي الwrong segmentation، حكمك على إنك استهدفت الجمهور الصح، هل هيكون مبني على التفاعل بتاعهم والlikes والshare اللي هم عملوه، والّا على الcost per acquisition أو تكلفة إنك حصلت فعلًا على عميل وإن العميل ده فعلًا دخّل لك ربح اللي هو الROAS. بيبدأ دور الmarketing analytics من خلال الdata اللي تكون متوفرة على السوشيال ميديا، من خلال الإعلانات اللي أنت عملتها والصرف اللي تم قصاد المبيعات اللي حصلت من خلال السوشيال ميديا، بتقدر تحدد فعلًا هي أنهي منصة كانت فعلًا بتصرف لك الرقم الصح قصاد إن هي بتجيب لك مبيعات كويسة وناجحة. وهنا بيبدأ إن أنت حكمك على التفاعل الlikes والshare بيكون أكتر حكمة، لإنك ما بتبقاش عاطي توقعات إن الأعلى تفاعل هي الأفضل في الربح وفي الآخر ما بتحققش أي أرباح. وبالتالي لو أنت اعتمدت على التفاعل اللي بيحصل وتجاهلت الأرقام وتحليلها، فأنت كأنك بتسوّق وأنت مغمض عينك، ماشي في مكان ضلمة ومش عارف الاتجاه الصح إنه تقدر تستهدف الجمهور بتاعك بشكل مضبوط. وهنا نقدر نقول إن التحليلات التسويقية هي البوصلة اللي بتوجهك وبتقول لك كل قرش بيتصرف وبيروح فين، وبالتالي إزاي هتقدر تفيد الbusiness بتاعك، وهو من خلال إنك تحوّل الأرقام بتاعتك لقرارات صحيحة. مين أفضل عميل، مين أفضل channel، مين أكتر حملة قدرت تحقق لي الROI المناسب قصاد الصرف اللي أنا باستثمر فيه. بلاش تعتمد على التخمين في إدارة ميزانيتك أو على الtrend والحكم بشكل ظاهر على الأرقام، ولكن ركّز في التحليل، ركّز في إنك تبني marketing analytical system واضح، بداية من إنك إزاي إزاي تتراك البيانات اللي بتطلع من الإعلانات، إزاي إنك تبني CRM واضح يكون عليه كل العُملا اللي بتيجي لك من كل المنصات اللي عندك، عشان تقدر تعرف كل عميل كان جاي من أنهي منصة، فبالتالي كل منصة إزاي بتشارك في المجهود ده، وكمان تقدر إن أنت تحدد هو العميل لو ما كمّلش معايا دي للآخر، ده راجع للمنصة والّا راجع لمشكلة في البيع عندي جوّه الشركة. ولو عجبك المحتوى يا ريت تعمل like وshare. معاك أميرة.